بسم الله الرحمن الرحيم. من فندق دهب هوليداي. كان لنا اللقاء ده مع الإعلامية الأستاذة كلمات محمود يونس. أستاذة كلمات، حضرتك منظمة الرحلة ديت مش كده؟ طيب، يعني كلمينا عن الرحلة وبرنامجها ايه وايه اللي انت مخططه له، يعني كلمينا كده عنها يعني. والله أنا بادئة رحلات دهب كل حد وخميس. الحد 5 أيام 4 ليالي، والخميس 4 أيام و3 ليالي. برنامج الرحلة بيكون شامل، لو 5 أيام بيكون شامل دي يوز في شرم الشيخ أو نويبع عادي. وال4 أيام بيكونوا في دهب. بيكون الأفضل في دهب يعني عشان ما ناخدش يوم من ال4 أيام. امم واحنا جايين دهب برضو نشوفها وكده، ويعني نقضي ال4 أيام فيها، بيبقى عشان وقت صغير. فبنفضل ان احنا نروح كل مكان في دهب. فاول يوم بنروح شاطئ اللاجونة، بنتسكن الاول في الفندق على حسب الفندق واختيار الفندق، فندق او كامب وكده. فطار ولا فطار اوبن بوفيه ولا فطار عادي، او مفيش فطار، على حسب كل حد عايز ايه. بعد كده بنتسكن في الفندق، وبنروح شاطئ اللاجونة. بنقعد حبة وكده، وبعد كده بالليل بنروح سهرة جبل الطويلات، بتكون فيها تنورة ورقص شرقي وكده. بتكون على الجبل يعني، وبيبقى شو مختلف قوي وكده. تاني يوم بنروح البلو هول، محمية البلو هول. والبلو لاجون دوت بيكون بحر وكده. وبعد كده بنركب سبيد كده في البحر، بنروح شط تاني. وبعد كده بنروح شط تاني. وبعد كده بنروح نتصور برضو في بر تاني برضو بالعربيات. ده بيكون طول اليوم، من الساعة مثلا 9 الصبح لحد الساعة 5 6. بعد كده بنرجع الفندق، بنغير وكده، وبنبتدي نجهز ونروح بالليل سهرة وادي ستارز. دي بتبقى قاعدة رايقة بقى، غير التويلات يعني، ما فيهاش رقص شرقي وكده، بتبقى قاعدة رايقة كده، شاي زردة بقى وكده. تالت يوم بنروح الثري بولز نعمل سنوركلينج. حد بقى يأجر العدة، وبننزل وكده وبنشوف السمك والكلام ده كله. بعديها بنروح يخت. اليخت بيكون فيه عشاء. بنقعد في اليخت من الساعة 4 لحد 9 9 أو 10 كده، في الحدود دي. آم، بس يعني طيب، بيبقى برنامج شامل احنا كل حاجة، كده وانتقالات وكده. خدنا في البرنامج بتاع الرحلة، لكن انا يعني شايف الناس سعيدة جدا معاكي. الحمد لله. ويعني هل دراستك كخريجة اعلام، دراستك علاقات عامة وحاجات ساعدتك في انك تقدري؟ انا شايفك زي المكوك كده، مش مخليه حد محتاج اي حاجة، الحمد لله. وعمالة تتمم على الناس، وعمالة تشوف طبعا. الناس طلباتها ايه طبعا. طبعا. ومن إدارة الفندق لكذا لكذا، طبعا. كأنك عاملة في الفندق مكتب صغير كده، قاعدة لأي حد له طلبات له حاجة. أنا بحييكي والله على يعني سعادة الناس الحمد لله. بالرحلات بتاعتك وكده. الحمد ف لله. يعني غير دهب وشرم الشيخ ونويبع وبتاع، انا يعني عارف ان انت كان ليكي في رحلات النيلية في القاهرة، وكان ليكي في دريم بارك، يعني كلمينا برضو عن خطتك للصيف دوت، يعني الرحلات مخططة لها ازاي؟ والله الصيف ده الناس يعني معظم الناس حابين يا ساحل يا دهب يا كده، فاحنا ان شاء الله الفترة الجاية دي كلها هننزل شرم. برضه اه هيبقى شرم عادي الايام المحبوبة. بس حد مثلا بيبلغني قبليها، بشوف الفندق متاح ولا لا، لان طبعا ايام الصيف بيبقى في ضغط في الفنادق. اه ورحلات الديوز موجودة متاحة على طول، اي وقت متاح. يعني طب، مخططة المطروح ولا السنة دي لا واخدة لا واخدة لا الناحية لا دي لا لا لا, يعني؟ لا. موجودة مطروح فنادق، وموجودة شاليهات وأكوا بارك وشقق وكل حاجة، كل حاجة موجودة. وبتشتغلي في برضه رحلات نص السنة كل حاجة متاحة طول غير السنة. الصيف رحلات طول نص السنة. سنة، طول السنة شغالة في وطول الصيفية. السنة شغالة اه. يعني. اه. والله يا أستاذة كلمات، احنا بنتمنى لك التوفيق. وحقيقة يعني احنا عايزين العناصر الشابة المجتهدة، الناس اللي هي يعني لسه في مقتبل الحياة. وانا شايف الناس بتتعاون معاكي، يعني الناس محدش، سواء شركات السياحة، سواء لا، الناس كلها شركات ناس النقل، ناس محترمة سواء الفنادق. مم. وشايف يعني الناس كلها بصراحة
يعني متعاونة معاك وبتساعدك وكده، ودي الروح اللي المفروض تكون روح المصريين. طبعا طبعا. دي روح المصريين. وانا يعني شايف انك بتحاول تخلي الاسعار في المتناول للرحلات يعني. طبعا. يعني انا شايفك بتدرسي جامد قوي العروض، وبتحاولي توصلي بأدنى سعر عشان برضو الناس، وعشان وبتراعي وجود الأطفال وبتراعي الحاجات دي كلها. فيعني أنا بحييكي وبتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني رحلات كلمات يكون لها صدى عند يونس بقى للرحلات. المصريين جميعا بإذن الله. ولا تنسوا رحلات كلمات. فإن شاء الله كان معاكم محدثكم الباحث العروضي محمود يونس، والضيفة اللي معايا كلمات محمود يونس. وأشكر حضراتكم جزيل الشكر.